اخطاء ما اتعملتش ابدا عشان نولول عليها، الاخطاء يا جماعه اتعملت عشان نتعلم منها. ويا سلام بقى لو حد جايب لنا كده غلطه على طبق من ذهب، وجايب لنا كمان التجربه يحكيها، وجايب لنا بقى التعلم اللي اتعلمه، وبيقول يا جماعه صباح الفل ما تغلطوش غلطتي ويلا بينا نتعلم كلنا مع بعض. 8 اخطاء حصلت معايا في البراند بتاعي وما تكرروهاش علشان الدنيا تمشي معاكم احسن. في الاول كنت بتعامل انا والبراند بتاعي او انا والمشروع بتاعي ان احنا زيتنا في دقيقنا ودقيقنا في زيتنا وعادي بقى الدنيا هتمشي، يعني هنحبكها ليه؟ انت هتعملنا فيها محاسبه ولا ايه؟ بس بعدين اكتشفت ان ده يؤدي الى كارثه بتزعلني كل مره او بتزعلني كل اسبوع تقريبا، مش كل شهر، لا هي بتزعلني كل اسبوع. جماعه لو قررتوا تفتحوا براند او مشروع زي ما بتقولوا، مش شرط يكون براندنج، دايما افصلوا رأس مال المشروع عن حياتكم الشخصيه ومصاريفكم الشخصيه، واصل الجزمه دي عجبتني فانا اروح اجيبها، مش مهم بقى استلف بقى من فلوس البراند وبعدين ابقى ارجعها. ده بيؤدي طول الوقت لمشاكل كارثيه، بيؤدي طول الوقت ان احنا مش قادرين ننمي في البراند بتاعنا. تقريبا انا بسحب اكتر من ما بكسب، يعني انا كل شويه بسحب من راس المال، بسحب من راس المال، وده شيء مش لطيف خالص. السؤال الاهم، قدرت اعالج المشكله دي ازاي؟ ان انا خصصت راس مال محدد. قررت ان انا الشهر ده انا فتحت البراند بتاعي ب 5000 جنيه، تمام؟ ال 5000 جنيه دول مش بتوعي، ما يخصونيش، ما بيني وما بينهم حدود المسلمين كلها، تمام؟ مهما حصل انا مش هاخد من ال 5000، انا هاجي اخر الشهر او اخر الاسبوع اشوف انا بعت بقد ايه وهرجع للمشروع فلوسه، تمام؟ وابتدي انا اشوف طلع لي صافي ربح قد ايه، تمام؟ وهاخد جزء منه كمان، مش هاخد صافي الربح كله عشان ده غلط طبعا، هاخد صافي جزء من صافي الربح بتاعي، تمام؟ والباقي هرده تاني للمشروع بحيث ان المشروع ينمو. واكيد الربحيه بتاعه ال 5000 جنيه مش زي الربحيه بتاع ال 20000 جنيه، الفلوس بتجيب فلوس. الغلطه التانية هي غلطه شنعاء. انت عارفه يعني ايه غلطه شنعاء؟ يعني غلطه قبيحه جدا. الغلطه دي كانت بتجيب لي جلطه، كنت بوصل حرفيا اللي هو انا كنت بحس النص والنص وشي الشمال ده وارم، واللي هو انا هجيلي جلطه، تمام؟ هي فكره ان انا بجيب براس مال الفلوس اللي معايا سوري كلها بضاعه، تمام؟ اللي هو انا معايا 5000 جنيه فانا هنزل اجيب ال 5000 جنيه كلهم بضاعه، اروح بالظبط اخر جنيه في جيبي بدفعه في المواصلات وانا راجعه. ودي غلطه كنت حرفيا بتؤدي بيها للجحيم. طب انتي هتشحني بايه؟ ما هي شركات الشحن معظمها بتاخد دفع مسبق، بمعنى اتفضل وصل لي المج ده لفلانه فهاتي الفلوس بتاعه التوصيل وانتي بقى بحاسبي نفسك انتي وفلانه في التوتال النهائي، تمام؟ فكنت بعجز قوي عند نقطه الشحن، بضطر بقى ايه، افضل افكر واكل في نفسي لحد ما افنى، تمام؟ حصل اي عجز، حصل اي مشكله، حصل احتاجتي حاجه اضافيه، احتاجتي اي حاجه خلصت دون حاجه تانية ومفيش سيوله، لازم يكون في سيوله على الاقل 10%، تمام؟ يبقى نعالج المشكله دي ازاي؟ ان احنا ما نروحش نشتري ده ونشتري ده ونشتري ده ونبص نلاقينا على الحديده لحد بقى ما يجي لنا فلوس. جماعه احنا كناس بنشتغل او ناس عندنا براندنج او مشاريع، احنا طول الوقت فلوسنا في السوق. يعني ايه فلوسنا في السوق؟ يعني انت معاك فلوس بس مش معاك فلوس. طب انا عايزه اشحن، طب انا عايزه اجيب، طب انا عايزه اودي، طب في بضاعه خلصت، طب في ريستوكينج الحاجات عايزه اعملها. كنت بحس ان انا اتشليت. فاكبر غلط ان انت تعمليه تشتري بالبضاعه اللي معاكي كلها، سيبي على الاقل 10% من اصل راس مالك اللي انت قررتي هتفتحي بيه. عارفين بقى الغلطه الثالثه الشنعاء اللي انا كنت بعملها ايه؟ طبعا انتم متعودين ان انا بطلع لكم مصطلحات جديده على ودانكم. يا جماعه عدم وجود قاعده بيانات ده اكبر كارثه، يعني كنسلوا على الاثنين الاولانيين عشان دي اخطاء نص نص، يعني شنعاء بس نص نص. الغلطه الشنعاء بقى بجد هي فكره عدم وجود قاعده بيانات. انت عارفه يعني ايه قاعده بيانات؟ يعني انت يكون عندك داتا كامله عن الشغل بتاعك بشكل كامل. ركزي بقى معايا في النقطه دي. انا في الاول كنت ايه، الله جاب الله خد الله عليه العوض، يعني عادي، يعني اللي هو ايه ارقامك، ايه صافي ربحك، ايه مبيعاتك، نسبة المبيعات في شهر 7 كانت اعلى ولا شهر 8، ايه اكتر المحافظات اللي انتي عميلك المستهدف هناك، مش عارفة. اللي هو انا ناس بتيجي تطلب مني وانا بطلع لها الاوردرز وخلاص فكونا بقى، تمام؟ جه حصل معايا موقف حرفيا كان موقف زبالة، تمام؟ ما عرفتش اتصرف ازاي، ولولا ستر ربنا في اليوم ده. هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيحطك في غلطه بيحطك عشان تتعلمي،
والا يعني والا هتكوني مش عايزه اقول لك هتكوني ايه. تمام. فجاء حصل ان انا بعد ما رفعت الاوردرز وكنت مطلعه اوردرز كتيره في اليوم ده، تمام، وطبعا محافظات مختلفه ببيانات مختلفه مش عارفه ايه، اللي حصل ان المناديب ما جاتش في اليوم ده، وحصل تعطيل في شركه الشحن وكانوا العربيات عطلانه والكلام ده كله. تمام. فطبعا اجلنا لليوم التاني، قلت خلاص قدر الله ما شاء فعل، ومش هسلم شغل النهارده وهسلم بقى بكره. تمام. وعادي بقى حاطه في بطني بقى بطيخه سيف، اللي هو ايه يعني عادي، ما انا كده كده رفعت البيانات من الشات وخلاص بقى. تمام. اللي يحصل ايه ان البيانات بتاعه الشحن تتدلت من عندهم من هناك، فالمفروض ان انا هطلع كل اوردر تاني من الاوردرات اللي عندي ببياناته بهرفعه تاني، وانا ما عنديش اصلا حتى على الاقل شيت اكسل مجمعه فيه البيانات، اللي هو مثلا ده بتاع فلانه فرقمها كذا. ساعتها حرفيا اتجلطت حرفيا، اللي هو اضطريت افك كل ده تاني. وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. يا جماعه قاعده البيانات مهمه جدا، مهمه عشان تنمي العميل، تنمي مشروعك، تعرفي انت يوم حتى ما تيجي تعملي اعلان ممول او تستهدفي طبقه معينه او تستهدفي محافظه معينه، تبقي عارفه ان انت بتتكلمي بارقام. زائد شركات التمويل، لما جيت دخلت شويه في الموضوع ده او اتعلمت شويه فيه، لما بتيجي تدخلي مسابقات تمويل او شركات تمويل او كلهم بيبقوا عايزين ارقام حقيقيه. تمام. فاوعي تكنسلي على قاعده البيانات. تمام. ممكن العميل يجي يقول لك الاوردر بتاعي فين، طب الكود بتاعي ايه، طب مش عارفه، كل البيانات تفصيلا لازم تكون عندك، واوعي ما تعمليهاش. جاهزين ندخل على الغلطه الثالثه، الايه؟ الشنعاء. تمام. يا جماعه الغلطه الثالثه اللي استمريت بقى فيها قوي، يعني كل الغلطات دي استوعبتها بدري وكنت بدلدع منها لدعه، خلاص انا فقت، انا تبت يا رب مش هعمل كده تاني. تمام. كان بيحصل مشكله كبيره بتخليني افضل يعني خلاص انهار، وبعد كده اصلحها بعدها تاني يوم، خلاص انا تبت فعلا. تمام. بس الغلطه اللي انا استمريت فيها لفتره طويله وكنت مش رافضه اعالجها، بس انا ما كانش معايا فلوس اعالجها من الاخر يعني، عشان مش هكدب عليكم، هي عدم توحيد هويه بصريه للبراند بتاعك او للشغل بتاعك. فكره العشوائيه، كان في ناس كتير قوي بتقول لي بتنصحني في التعليقات وكده، ايه ننصحك ان انت مثلا توحدي بوكس واحد بلون واحد بستيكر واحد بالكلام ده كله. انا كنت عارفه ده، بس ما تجوش على الوجع عشان انا مش هعمل كده، بس حاسه ان الموضوع كان مكلف، وخاصه ان 99% من المطابع في مصر بتتطلب منك عدد، يعني اقل حاجه مثلا ان انت تروحي تطبعي ب7-8 آلاف جنيه. تمام. وفعلا انا نزلت وسالت، يعني انا كنت بدور على حد يطبع لي كميات صغيره، ما كنتش بلاقي بامانه، ولو كنت لقيت كنت عادي عملت كده. بس الفكره ان كنت بلاقي التوتال مساوي مثلا ل 5000 جنيه اقل حاجه. تمام. فانا اصلا راسي مالي في البدايه كان ما يجيبش ال 5000 جنيه، فكنت هستقطع المبلغ ده، كنت حاسس ان انا وقعت قوي. تمام. وان انا ما كنتش محتاجه الكم ده او الكميه دي كلها، لان انا اصلا كنت يعني بطلع كام اوردر 2 في اليوم، فليه هروح مثلا اطبع 1000 كرتونه او 2000 كرتونه؟ هعمل كده ليه؟ انا اصلا عشان اخلص ال 2000 كرتونه كانت بالنسبه لي زمان معجزه. تمام. فما كنتش بطلع الارقام دي كلها. ففكره ان انت ما توحديش هويه بصريه وانت عندك القدره الماديه في وقت معين تعملي ده، هتخسري كتير جدا، هتخلي فيه عشوائيه، هتخلي الناس مش قادره تحفظك، مش قادره يترسخ في اذهانها الهويه البصريه او البراندنج بتاعك. لو عندك القدره او عندك القدره الماديه تعمل ده من اول يوم، من اول خطوه، اوعي تترددي بجد. الغلطه رقم 5، اوعي تغلطيها وبجد ركزي قوي فيها. جماعة أهم حاجة عندنا كأصحاب مشاريع أو أصحاب براندنج هي الفترة بتاعت المواسم. يعني كل السنة حمادة، وفترات المواسم تحديدا حمادة تاني، اللي هي مثلا فترات الأعياد، فترات رمضان، عيد الأم، الحاجات دي، مثلا سيزون المدارس لو انتوا بتشتغلوا بحاجة ليها علاقة بالمدارس وهكذا. المهم كنت باجي مثلا اقرر ان العيد فاضل له اسبوع، فانا اقرر ان انا هعمل الكوليكشن بتاع العيد الاسبوع ده. طب هتعلني عنه امتى؟ هتروجي له امتى؟ هتشحنيه علشان يوصل للناس امتى؟ مش عارفه، اهو اي هطل وخلاص. تمام. سيزون الصيف، انا قررت مثلا يعني فجاه كده هطلع كوليكشن الصيف. طب هتروجي له ازاي؟ ايه الالوان اللي طالعه تريندي الصيف ده؟
هتعملي له باكجينج عامل ازاي، هتنسقي الدنيا مع بعض ازاي، لا اللي هو يلا يلا اي حاجه وخلاص. تمام. فده فعلا كان بيخليني ما بيعش باختصار شديد جدا. يعني السؤال اللي دايما بيقف قدام اذهان الناس لما بتيجي تفتح مشروع او تعمل براندنج، اللي هو انا ما بعتش في الموسم ده ليه؟ يعني ده رمضان، اللي هو الناس لو ما اشتريتش مني في رمضان تشتري مني امتى؟ تمام. اللي هو سيزون العيد كله. تمام. علشان انت باختصار شديد ما روجتش الصح، وقبلها بقى ما خططتش الصح. يعني انا لما فهمت الموضوع، المفروض يا جماعه السيزون بنشتغل قبل منه ب3 شهور بجد والله. يعني ده مش رقم خزعبلي. يعني انا لما باجي اعمل كوليكشن الصيف ببقى اصلا اشتغلت على كوليكشن الصيف قبلها ب3 شهور. تمام. ما باخدش اي خطوه عبثا، ما بقولش ولا كلمه في الفيديوز عبثا، ما بحطش ولا لون عبثا، ما بتحركش ولا خطوه واحده عبثا. كلها بتبقى بناء على تخطيط مسبق. تمام. كوليكشن رمضان، كوليكشن مش عارفه ايه، كوليكشن السنه مثلا عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، عندنا مثلا 6 7 8 10 مواسم. تمام. فكل موسم انت قاعده عارفه توقيته، فبناء عليه بتشتغلي قبلها بمده زمنيه معقوله، مش شرط 3 شهور. 3 شهور دي ممكن تكون مع كوليكشن الصيف عشان هو بقى اقوى انطلاقه على فكره، عشان تكونوا فاهمين. او مثلا سيزون الشتاء اللي هم يعني اقوى 2 سيزون معانا. تمام. بس لازم قبلها تكوني مخططه، عارفه انت هتعملي ايه، عارفه انت هتسوقي ازاي، عارفه انت هتروجي ازاي، دارسه كل خطه لحد ما تخلصي السيزون وتخشي على السيزون اللي بعده. غلطه رقم 6، كنت دايما مش معترفه ان المفروض اعمل مواعيد ثابته لشغلي، وخاصه ان انا شغلي اونلاين. يعني عارفين اللي هو انا هشتغل بقى رد على المسجات وقت ما احب، مش وقت ما احب، وقت ما اكون فاضيه. يعني انا بصراحه عمري ما تخاذلت في الشغل، وعمري ما اتعاملت معاه بمزاجي، بس اللي هو ايه، خلص بقى اللي ورايا وبعدين ارد على المسجات. تمام. هخلص بقى اللي ورايا واعمل الحاجه الفلانيه. تمام. كنت ببص هلاقيني حرفيا شغاله 24 ساعه وانتاجيتي ما ترضيش احد الاعداء حرفيا. بس لما خصصت وقت ثابت اللي هو ده، انا بشتغل مثلا من 9 الصبح ل 6 المغرب، فالمفروض ان انا مهامي كلها هخلصها هنا. جالي ضيوف، راح مين، جه فين، ايه اللي حصل، انا قاعده في شغلي. تمام. مش معنى ان انا بشتغل اونلاين يبقى انتوا بقى كلكم تيجوا تقعدوا معايا في نفس وقت شغلي. فمع الوقت بدأ الناس يتعودوا، او الناس اللي معايا في البيت يتعودوا ان في حاجه اسمها شغل. يعني هم الجماعه دول بيشتغلوا، هم بيشتغلوا من البيت في الاول لما كنا بنشتغل من البيت، هم بيشتغلوا من البيت بس اتس شغل. تمام. فلما خصصت مواعيد ثابته بجد فرقت معايا، اللي هو عميلي عارف ان انا برد في الساعه الفلانيه وبشحن في الساعه الفلانيه، فكلنا قاعدين راضيين عن بعض. الغلطه رقم 7، بجد خسرتني فلوس لدرجه ان انا جيت في وقت بجد قعدت اعيط قوي. جماعه الاوردرز المستعجله، العميل المستعجل موت. تمام. بنسبه 99% ما بيستلمش. وبجد يعني في ناس هتقول لي لا ما تعمميش والكلام ده كله، انا في واقع شغلي 99% من العميل المستعجل ما بيستلمش. فحاليا بجد ما بقتش استلم اوردرز مستعجله، وخاصه ان انت لو بتشتغلي هاند ميد خليني بتضغطك، بتسهرك، بتنرفزك، بتخليكي تكنسلي عن كل حاجه في حياتك، وتيجي في الاخر الاوردر ما يتسلمش. طب ليه؟ علشان ظروف سفر، علشان اي حاجه. ده مش معناه ان العميله نفسها وحشه، انتوا عارفين ان انا اخر حد في الدنيا بيغلط في العميل بتاعه. بس انا بجد ما بقتش استقبل اي اوردرز مستعجله، خاصه في مرحله الناس اللي هي ايه، مسافره. بيجي عندنا كده توقيت معين في مثلا اللي هو اخر الاجازه. تمام. او ايوه اخر الاجازه بتلاقي مصر كلها رحلت على السعوديه. تمام. فاللي هو انا مسافره ومسافرين فعلا، فبتبص تلاقي ايه فاضل يوم او 2 ويسافروا، فتقوم شركه الشحن عاملاها معايا اللي هو تاخر عن الديدلاين بتاعها مثلا يوم، فخلاص مش هيتسلم. تمام. واكيد انا مش هقبل فلوسه، فبضطر ان انا ارجعها وهي في ثمن الشحن، وادفع ثمن الشحن من جيبي. فالموضوع فعلا خسرني كتير قوي. فحاليا انا في فيرا ما بقتش اطلب اي اوردرز مستعجله خارج نطاق الديدلاين، وكمان بزود على الديدلاين بتاع شركه الشحن يوم. يعني لو شركه الشحن مبلغاني ان شحنك او شغلك يا ايه هيوصل خلال 2 انا بتعامل مع العميل انه هيوصل لك خلال 3 ايام. تمام. عشان انا ببقى عارفه ان وارد يحصل تعطيل، وارد يحصل تاخير. فانت لو هتسافري قبل ال3 ايام فمعلش اعذريني، مش هقدر استقبل منك اوردرز. الاوردرز المستعجله هتستنفذ منكم وقت وطاقه وتفكير وحاجات كتير قوي، وفي الاخر مش هتتسلم. الغلطه رقم 8، انا جيت في مرحله ما كنت متخيله مفيش حد اشطر مني، يعني محدش يعرف يعمل حاجه اللي انا بعرف اعملها
اللي هي حاجتي انا مش حاجتكم كلكم، لا يعني اللي هو ايه شغلي انا مفيش حد هيعرف يعمله اشطر مني. فكنت دايما اقعد اعمل كل حاجه بنفسي، اللي هو عندي بضاعه اروح اشتريها النهارده لازم انزل اجيبها بنفسي، تمام. عندي الحاجه الفلانيه فلازم اروح اسلمها بنفسي. كنت عامله شبه ايه السنه اولى ايه مامي، يعني اول مره يبقى معاها اولاد فعايزه كل حاجه بقى ايه تمشي بالمسطره. فده اكبر غلط في الشغل، تمام. لو الامر بيتطلب فعلا ان انا انزل اجيب بضاعه بنزل اجيب بضاعه، لو الامر لا يتطلب بطلبها، تمام. بكلم مثلا انا عندي النهارده عندي اكياس وحاجات عايزه اطبعها، تمام. بكلم المطبعه السلام عليكم استاذ فلان معاك استاذه ايه، انا عايزه مثلا اطبع النهارده 2000 كارت، تمام. فهستأذنك انا هعملهم لي واعمل لي بيهم فاتوره وهحول لك الفلوس، تمام. بنحول الفلوس، بياخد بياناتي، بيشحن لي الحاجه بتجي لي في النطاق المحدد، وانا قاعده بشوف باقي المصالح او باقي الشغل، تمام. الاونلاين مش ضدنا، الاونلاين المفروض معانا عشان يسهل حياتنا، تمام. انا بقى كنت بعمل ايه مشوار صغير قد كده، تمام. كنت بضيع في اليوم كله وارجع بقى هلكانه وتعبانه، وخاصه في الحر والزحمه. وانا حد كيوت بسكوت اصلا ما بيحبش الدوشه الكتير، ما بيحبش بره اساسا. انا حد بيحب البيت جدا، بيحب قعده البيت جدا. فكنت بقى ايه خلاص بقى اللي هو المشوار استنفذني ومش هعمل حاجه تاني، خلاص مش عندي طاقه او ما عنديش طاقه اعمل حاجه تاني. فاللي اقصد اقوله مش شرط ان انت كل حاجه تطلبيها اونلاين او تخلي حد يعملها لك، عشان ده اسمه اتكاليه، يعني شتان ما بين الاثنين. حاولي تشوفي ايه اللي ممكن يتفوض وفوضيه، حاولي تشوفي ايه اللي ممكن يتعمل اونلاين واعمليه، تمام. دايما حاولي توفري وقت عشان تعمليه في حاجه اهم او في حاجه تطوير، تمام. مش كل حاجه لازم تتعمل بنفسك، وكل حاجه لازم تشمري لها كده وتنزلي ايه تدوري عليها. عادي لو لقيتي في موضوع استسهال في النص كده استسهلي عادي مفيش اي مشكله، ولكن لا تتخاذلي. في فرق ما بين الاتكاليه والتفويض، ركزي معايا، تمام. دول كانوا اهم 8 اخطاء انا وقعت فيهم خلال الفتره الاخيره كلها، سواء في شغلي في فيرا او في شغلي في حته تانية، تمام. ال8 اخطاء دول لو تفاديناهم او قدرنا فعلا ما نغلطهمش ونركز فيهم كده، اسمعيهم مره واثنين وثلاثه واقعدي كده تخيليها لو انت وقعتي في المشكله دي كان هيبقى موقفك ايه، وحاولي تتفاديهم. وبالتوفيق لكم جميعا.